صاحب عمري، ما تفتح لنا تكييف كده يا اسطى. تكييف ايه يا ابني يا حبيبي، احنا في الشتاء. يا عم افتح تكييف سخن يا ابني هو اي حرق وخلاص، ما تقفل الشباك اللي جنبك. طب خلاص يا اسطى اطلع على البيت عندك. ليه؟ يعني نجيب اي حاجه ناكلها كده بدل الزهق ده. طب ما نجيب اي اكل من بره يا حبيبي، وانت حد قالك ان انا بيتي ام حسن؟ يا عم ماشي، بس انت اللي هتعزمني. وعزمك ليه يا ابني يا حبيبي وانت صاحبتي؟ صح، صاحبتك. شفتني بقى صاحبتها قطعت مع صاحبتها زي ما انا هقطع معاك دلوقتي. يعني ايه؟ ولا اطلع بره يلا. يلا ما تبحلقش. اطلع بره؟ ما تبحلقش. انت مش جدع يالا. يلا غتت بره يلا. ولا صح، هات الايربودز يلا بتاعتي. هبعتها لك بقى بالدقيقه تشيل اروح امك. حس ايه يا عم؟ مالك يا عم هفتان كده ليه؟ ما تطلب لنا يا عم اكل على حسابك. لا يا عم عامل دايت. عامل دايت؟ هو انت مش عارف يا ابني ان الدايت ده اول يوم فيه بيبقى يوم الفري؟ ايه بجد؟ طب ما تعمل اوردر من عندك كده. من عندنا؟ انت اتجننت؟ طبعا معيش رصيد. ايوه الاوردر كده تمام، على نفس العنوان اللي عندك بقى. هو انت ما طلبتش الاوردر هنا ليه يا اسطى؟ طلبته على البيت عشان اكله لوحدي. طب وانا؟ انا مالي يا عم، وانا هصرف عليك. انت مش جدع يالا. مش جدع؟ اتكل على الله يا عم. درش، بقول لك ايه، ما تجيب الجاكيت بتاعك ده اخرج بيه. درش، ما تجيب مكالمه عشان رصيدي خلص. بقول لك ايه يا درش، انا عايز 30 جنيه عشان مش معايا غير 200 جنيه. بتاعت امك ومش عايز تفكها صح؟ صح. طب بص بقى حبيبي، ما تشغلش دماغك عليا. دونت بولشيت وانا بولشيتر. يعني ايه؟ يعني من الاخر كده ما تشغلش دماغك عليا عشان البسي مقطع.